تعرف مين هو أحرف لعيب في تاريخ مصر؟ طبعا لو أهلاوي هتقول لي الخطيب، ولو زملكاوي هتقول لي حسن شحاتة. بس ولا ده ولا ده يا حبيبي، أحرف لعيب في تاريخ مصر هو مارادونا النيل طاهر أبو زيد. قبل ما نتكلم عنه تعالى الأول دوس لايك واعمل كوباية الشاي متينة، وتعالى معايا يلا نتكلم عن أحرف موهبة شفتها بعناية. ده احرف مصري انا اتفرجت عليه في حياتي، لعيب ستايل اوروبي حرفيا. مستحيل ده يكون لعيب مصري عادي بالكنترول ده على الكوره، بالسرعه اللي مش طبيعيه دي، مش موجوده في مصر خالص. الراجل ده ما تسماش مارادونا كده من فراغ، لا ده بسبب مهارته وامكانياته الاستثنائيه. اللي قدامك دي لعيب بيقدر ياخد الكوره لوحده ويرقص الفريق كله بكنتروله وسرعته. يمكن انا ما شفتش حد كده خالص في العالم غير اتنين، مارادونا وميسي، ويجي بعدهم الخطير طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد ما خدش حقه اعلاميا كما ينبغي بسبب انه كان شخص صارم وحازم قوي في تعاملاته مع الناس، وده كان بيسبب له مشاكل كتير في اوقات كتير مع ناس كتير، حتى مع الجوهري اللي حرمنا من الموهبة الجبارة دي في كاس العالم. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر احمد الكاس. طاهر ابو زيد دلوقتي عنده 63 سنة، وفي اجيال كتير جدا 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 ما تعرفش اننا كان عندنا موهبة فذة زي دي في الكورة المصرية، ولذلك قررت اني اعمل الفيديو ده. شارك طاهر مع الاهلي في 393 مباراة، سجل 189 هدف في خلال 12 عام داخل جدران النادي الاهلي. وعندما قرر النادي الاهلي التخلي عنه وذهب النادي القناة للتوقيع، رجع من الطريق وما كملش، وقال وقتها انه مش هيقدر يلعب في اي مكان تاني غير النادي الاهلي، رغم انه كان خلاص خلص كل حاجة، وكان كمان قادر يلعب وقادر يلعب بمستوى فني عالي. ولكن قرر انه يحترم تاريخه مع النادي الاهلي وما يلعبش في اي مكان تاني بتشيرت اي فريق تاني. هل طاهر ابو زيد كان بس ترقيص وحاجات كده بس؟ لا لا لا، طاهر ابو زيد كان هداف خيالي وكان شويط مرعب مرعب مرعب. تعالى دلوقتي اوريك كام هدف لطاهر ابو زيد واوريك مهاراته الاستثنائية في التهديف والشوط كمان. يلا بينا. وده اول هدف معانا، وهدف خيالي لطاهر ابو زيد اللي بياخد الكرة واحدة والتانية من قبل ما تنزل من على الارض يبعت على شمال الحارس. الحارس واقف بيتفرج زينا زيه بالظبط، وما قدرش يكلم الكورة تماما تماما. شوف الكورة من مسافة قد ايه، وشوف الراجل جسمه اصلا مش معدول وقدر يلعب كورة عاملة ازاي، من مسافة عاملة ازاي، بقوة عاملة ازاي، بدقة عاملة ازاي. ده كله يوريك قد ايه احنا قدام موهبة مش طبيعية، موهبة عظيمة اسمه مارادونا النيل وطاهر ابو زيد ما خدش حقه في الكورة المصرية. وده بقى هدف على طريقة روبرتو كارلوس، بيحط كورة قوية جدا جدا جدا، كورة متطرفة، فاول في حيطة، في لعيبة كتير واقفة، في حارس مرمى واقف، كل ده ما قدرش يمنع الكورة بتاع طاهر ابو زيد ان هي تخترق الشباك من فاول من مكان صعب جدا جدا جدا. شوف القوة، شوف الدقة، شوف المهارة، شوف طاهر ابو زيد بيعمل ايه. اتفرج على افضل واحرف موهبة جت في تاريخ مصر، وللاسف للاسف للاسف ما خدتش حقها، ولحد دلوقتي مش واخده حقها. بتتغير الفرق ولكن الطريقه واحده. طاهر ابو زيد ومن فاول برضه ومن ركله ثابته، ولكن المره دي حد حركها له كده عشان يسجل هدف جميل جميل جميل. المره دي بدقه ومركونه ببطن رجله، مش حاطط فيها قوه خالص، ورغم كده لفها لفت جاتو وسجل هدف جميل جدا. مارادونا النيل طاهر ابو زيد. يا عم بلال مارادونا ايه وهو ما بيسجلش غير فاولات؟ طب تعالى يا حبيبي افرجك على الجون دوت وشوف عمل ايه في المدافع. يعني حرفيا كده خلى المدافع يجيله الضمه والخلفيه والاماميه مع بعض في ترقيصه واحده. ايه الترقيصه دي وايه المهاره دي وايه التسديده اللي بيمينه دي بالرجل الاضعف عنده، ورغم كده حط هدف. ولا اروع ولا اجمل. طاهر ابو زيد يا جماعه كان موهبه مش طبيعيه اقسم بالله، وما خدش حقه ما خدش حقه ما خدش حقه. طيب انت مش حابب الفاولات ولا حابب حتى الاجوان الترقيص؟ تعالى بتحب الدبل كيك؟ خد حته دبل كيك من طاهر ابو زيد، عالمي حرفيا. الراجل بيحطها بمنتهى الدقة والمهارة على شمال الحارس، ويعلن عن هدف جميل جدا جدا جدا، ويعلن عن موهبة فذة ما خدتش حقها، وهفضل اقول ما خدتش حقها لحد اخر الفيديو. اختم بقى معاك الفيديو بالجون الحلو دوت، الجون اللي هو بيشوط وهو بيجري، حتة جاريس بيل. طب انت شفتها بقى الحتة دي في اي حد؟ شفت تسديدة زي دي
من وضع الحركة كده وهو بيجري من أي حد زي جاريث بيل، ولا في مصر ولا بره مصر ولا في أي حتة تشوف تسديدة وهو بيجري في المرمى بالطريقة دي غير من مارادونا النيل، أحرف مصري عبر التاريخ وأكتر واحد لأجيال الجديدة ما تعرفوش ولازم تعرفه من خلال الفيديو ده. طاهر أبو زيد، الموهبة الاستثنائية. الفيديو ده ملوش أي علاقة بكابتن بيبو، عشان أنا عارف إن هلاقي هجوم كبير جدا من شريحة واسعة من الناس ومن الجمهور الأهلاوي بيهاجمني بيقول لي أمال فين الخطيب والخطيب والخطيب. الخطيب برضو كان موهبة استثنائية وملوش حل حرفيا، ولكن طاهر أبو زيد بالنسبة لي كان مختلف تماما وما خدش حقه، وعشان كده أنا عامل له الفيديو ده عشان الأجيال الجديدة تشوف وتتفرج وتتمتع بطاهر أبو زيد، أحرف مصري أنا شفته بيلعب كورة حرفيا هو كابتن طاهر أبو زيد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والشير في كل مكان، وأنا بحبكم يا أهلاوية. سلام.